مبروك. فعلا مبروك. شوكة تناورها كويس قوي. الحمد لله مبروك. الحمد لله. استنوا يا جماعة. أنا لسه مش مطمن. كان لازم نشوفهم في الفراندا يا مذكور. انا ما تصورتش ابدا انهم ممكن يخرجوا في الفراندا، لكن عموما اطمن، لو اتكلموا هنسمع الصوت. اوليفيا عايز اقول لك حاجه. الصوت اهو. الكلام اللي قلتيه جوه غلط. انت بتأدي واجبك، انا كمان بأدي واجبي. كان ممكن قوي وانا هناك عندكم اكون انا اللي في الموقف ده. كنت هتقبل تعمل اللي انا عملته ده؟ لا طبعا، لانك حميت نفسك بعدم الغلط. انا حاولت المستحيل الاقي في سلوكك اي حاجه غلط عشان اسيطر بيها عليك، ما قدرتش. انا اللي فيها الغلط، لكن ده مش بايدي. انا مريضه، انا مريضه يا شوكت. اوليفيا كنت عايزاني اسمعك، انا تحت امرك. عايزه تقولي ايه؟ بعدين، بس أنا دلوقتي محتاجة 5 دقايق أكون فيها مع نفسي. لا أرجوك خليك قدامي. أنا محتاجة أشرب حاجة. اتفضلي. كام يا ماما؟ معقولة؟ كام يا ماما؟ 40 إلا شرطتين. جرالك ايه يا شادي يا حبيبي؟ الو. ايوه يا انسه مريم، لسه ما جاش؟ طب ما تعرفيش هو يكون فين دلوقتي؟ الحقيقة لا. طب في حاجة مهمة ممكن أبلغها؟ درجة الحرارة 40؟ لا طبعا كتير قوي. لا أنا معرفش، آخر حاجة أعرفها إن هو عنده مقابلة في فندق. طب خليكي معايا دلوقتي. ايوه كام؟ مين هناك؟ غرفة كام؟ 703. مدام أوليفيا؟ طيب شكرا، متشكرة قوي. ايوه حبيبي، انا هعمل لك كمادة باردة. الو، اوضه 703 لو سمحت. ألو ألو ألو. مين؟ محدش بيرد. كنت بتكلم مين يا شادي؟ مذكور اتصل شوف مين اللي كان طالب واكشف على نمرته. حاضر يا فندم. أول ما دخلت لقيتك بتتكلم، وأول ما شفتني رحت قافل السماعة. كنت بتكلم مين يا شادي؟ قلت لك ما بكلمش حد ومش عايز اكلم حد. مش معقول. هي دي الحقيقة يا فندم.
حاجة غريبة فعلا. في ايه يا فندم؟ الاتصال اللي حصل دلوقتي عند اوليفيا من بيت شوكت. ممكن تكون المدام بتاعته؟ لو انها بعتت الصور على البيت كنا قلنا ممكن، لكنها بعتت الصور على المكتب. يبقى لازم نتأكد ان الاتصال اللي حصل ده حصل من بيت شوكت فعلا. لو سمحت تتأكد تاني. حاضر يا فندم. ساكت ليه؟ مستني اسمعك. حقيقي عايز تسمعني؟ حقيقي عايز اسمعك. أرجوك تسمعني بفهم وبحياد. اوكي. عن إذنك. وقع لي على الورقة دي. ايه ده؟ إقرار منك بإنك قبلت التعاون مع الموساد. انت مصرة برضو على تجنيدي وانت في الموقف ده؟ مش أنت قلت إنك عارف أنا هقترح إيه؟ اسمعني يا شوكت، قصدي يا حضرة الضابط شوكت. بلاش الكلمة دي. أوكي؟ أنا لو كنت قدام حد تاني في الموقف ده ما كنتش طلبت منه إن أنا هطلبه منك. انا عارف انت عايزة ايه. عايزة عملية تجنيد متبادل عشان تباني قصاد الجماعة بتوعك انك قدرتي فعلا تجنديني. توقعت إزاي؟ مع إنها عمرها ما حصلت. حتى لو انت ما طلبتيش ده انا اللي كنت هطلبه منك، لان دي افضل واسلم وامن وسيلة للاتصال بيننا وبين بعض. بكده هنقدر نتقابل تحت سمعهم وبصرهم واحنا مش خايفين منهم. انت نسيت حاجة مهمة كمان. بالشكل ده بإمكانك انك توصل لهم معلومات غلط عن طريقي تكون في صالحكم. انا موافق. ايوه يعني لسه ما جاش ولا اتصل؟ وبعدين بقى ده الولد تعبان قوي. انا اتصلت بالدكتور بتاعنا لقيته مسافر. بقول ايه يا فندم؟ في دكتور عندنا في الشركة، ممكن ابعته لسيادتك؟ طب اوكي، حالا هيكون عندك. متشكرة قوي. الو. ايه؟ فندق ايه؟ احنا ما طلبناش حاجة. ايه المعاكسة الفارغة دي؟ الفندق قال. ادي توقيعي. ودي $2000 والوصل لو سمحت. هتعملي ايه؟ في واحد مستني تحت عشان ياخد مني الأوراق دي الليلة ويسافر بيهم. أرجوك، الراجل ده لازم يسافر من مصر الليلة بالأوراق دي، وإلا الموضوع كله هينكشف. قلت إيه؟ موافق. أوكي. ألو، مستر كارلوس موجود عندكم تحت في الكوفي شوب. خليه يطلع لي لو سمحت. شكرا. كده اعتقد ان شوكت قدر يسيطر عليها تماما. العملية لسه فيها كتير، محتاجة منه مجهود جامد قوي. بالتأكيد. مراقبة واحد سمعني؟ حول. سامعك، حول. في شخص هينادوا عليه اسمه مستر كارلوس.
يراقب بمجرد خروجه من الفندق. حول. علي محول. نفذ. انتهى. مستر كارلوس. مستر كارلوس. مستر كارلوس. دلوقتي ممكن اقبل عزومتك ليا على العشاء؟ ممكن؟ ممكن. انت راجل حقيقي تتحب يا شوكت. لو في يوم من الايام سألت نفسك ان كنت صادقة في حبي ليك ولا لا، فأرجوك تعرف ان انا فعلا حبيتك. ممكن أوضب بنفسي شوية؟ فين يا شوكت؟ الحق، اوليفيا هتاخد كبسولة الموت. الحمد لله الحمد لله، لحقها في اخر لحظه. العملية كلها كانت هتبوظ. طب ليه تنتحر؟ ما هي اتفقت معاه وعمل لها كل اللي هي عايزاه. اي فرد مخابرات في مكانها كان لازم يعمل كده. كانت هتبوظ العملية، لكن ربنا ستر. لا أحب الفشل وداعا
يا من أخطأت وأحببته. ليه عملت كده يا أوليفيا؟ أرجوك ما تسألنيش عن أي حاجة دلوقتي. أنا تعبانة أوي أوي وعايزة أستريح. ما فيهوش حاجة خالص. امال الحراره دي جايه منين؟ قول لي يا شادي، في حاجة مضايقاك؟ قول لي بقى بيني وبينك، ايه اللي مضايقك؟ ما تقوليش انك مش متضايق من حاجة. انا ما بحبش الكذب. كويس، يعني في حاجة مضايقاك. فيه، بس مش عايز اقول. طيب ليه يا حبيبي؟ مش عايز اقول. ما لازم تكلم حد تقول له ايه اللي مضايقك علشان ترجع كويس زي ما كنت. الوحيد اللي اكلمه هو بابا. انا هعتبر ده وعد، لما يرجع بابا تقول له ايه اللي مضايقك. أنا آسفة يا شوكت، ضايقتك باللي حصل. أنا مقدر كويس الموقف اللي أنت فيه، وزي ما قلت لك من شوية كان ممكن أنا أكون في الموقف ده. أوليفيا، إحنا الاتنين بنحارب في قضية واحدة، بس للأسف أنت بتمثلي الجانب المغتصب لأرض بلادي. دي بقت أرضنا. الكلام ده غلط. دي مش أرضكم، وأنت بالذات مالكيش أي علاقة بالقضية دي. دي قضيتنا مع اليهود الإسرائيليين. ما أنا يهودية. أنت المسيحية دينك والإنجيل كتابك. أنا يهودية. كدابة. أنت مسيحية. وإيه دليلك؟ لما دخلت عليك من شوية وأنت بتحاولي تنتحري كنت بتصلي صلاة المسيحيين، صح؟ أنا فعلا مش يهودية. أنت ألمانية أصلا، صح؟ أنا دلوقتي إسرائيلية. أنت مش إسرائيلية، أنت حاملة الجنسية الإسرائيلية. الموساد زمان نجحوا في السيطرة على أبوكي بعد ما غسلوا له مخه وزرعوا فيه عقدة الذنب إن الألمان اضطهدوا اليهود في الحرب العالمية الثانية. بعد كده جندوا أبوكي. أبوكي زرع فيكي وفي والدتك وفي إخواتك عقدة الذنب. أكمل ولا تكملي أنت؟ ياه، انتوا عارفين كل حاجة. أكيد ليكوا حد جوه الموساد. وجوه بيوت بعض العاملين في الموساد. أكمل لك حكايتك. لما كبرتي ودرستي ودخلت الجامعة واتجوزتي جيف أستاذ الكيمياء بإحدى الجامعات بألمانيا، لقيتي نفسك مش مقتنعة بالأفكار دي، أفكار عقدة الذنب. ناقشتي والدك. أيوه، أنا فعلا ناقشت بابا. يبقى بابا هو اللي بلغهم، عشان فجأة حصل تركيز عليا أنا وجوزي جيف من الموساد. كنا وقتها خلفنا بنتنا هيلين. هيلين وحشتني. وفي يوم من الأيام جات لنا دعوة سياحية أنا وجوزي وبنتي لزيارة إسرائيل. طبعا فرحنا قوي، خصوصا إن الدعوة كانت مجانا. سافرنا كلنا. وأول ما وصلنا تل أبيب كانت المفاجأة. تعينت أنا وجوزي جيف في جيش الدفاع الإسرائيلي بمرتبات عالية جدا ومغرية جدا. ما كانش ممكن إن احنا نرفض، بس بشرط. كان لازم 2 مننا يفضلوا دايما في إسرائيل بصفة مستمرة. وبعدين
اكمل ولا هتعرف بقيه القصه؟ لسه بتشك في كم المعلومات اللي عندنا؟ اكملك. لما اتعاملوا معاكي لقوا عندك نسبة ذكاء كبيرة وكمان نسبة جمال عالية. ألحقوك بالموساد، اتدربت كويس، قريت كتير، نقلوك للعمل في السفارة الإسرائيلية باليونان. لما حققت جدارة نقلوك لشركة تاور اللي انت فيها دلوقتي. ياه، انتوا عارفين كل الحاجات دي؟ ولأنهم مش ضامنين ولائك ليهم، لأنك أصلا مش يهودية، لأنك مواطنة من الدرجة الثالثة، ما سمحوش ليكي ولجوزك ولبنتك إنكم تسافروا مع بعض بره إسرائيل. المسموح واحد بس يبقى بره. شوكت، أنا خايفة على بنتي لو عرفوا. اوليفيا ما تخافيش، إحنا كمخابرات مصرية بنراعي النواحي الإنسانية دي جدا. لا يمكن تحت أي شكل من الأشكال أو الضغوط إن نسبب ضرر لطفلة صغيرة حتى لو كانت بنت عدونا. لازم تطمني من الناحية دي خالص، بس بشرط تساعدينا على قد ما تقدري، وتأكدي إن إحنا مش هنطلب منك المستحيل ولا اللي ممكن يكشفك ليهم، لأني مش عايز أخسرك. وأوعدك ساعة ما أوصل للي أنا عايزه هحلك من الارتباط اللي بينا. تعرف تمثل؟ أمثل إيه؟ اقعد. تعرف تمثل اني بجندك؟ لان التسجيل اللي جوه ده مش هينفعنا، هيكشفنا. يا بنت الايه، دلوقتي بس اطمنت إن العملية هتنجح. بكده أثبتت ولائك ليا. من شوية كنت بتعامل معاكي وأنا عارف إن ولائك مش ليا. يعني انت كنت عارف انه هنا في تسجيل؟ طبعا، وكنت مستني أشوفك هتعملي إيه. يا ابن الايه انت كمان. طبعا كان لازم يلعبها كده. واكتشفته ازاي؟ استنوا لما نسمع شوكت هيقول لها ايه. شوفي، لو دخلت أي جناح في الفندق هنا مش هتلاقي علبة سجاير زي دي. هيحطوها ليه؟ بمناسبة إيه؟ مع إنها ماشية مع الديكور، وده تحضير ذكي منكم. ده معناه إنك جايبة العلبة دي لاستعمالك الشخصي، ومع ذلك لما حبيتي تشربي سجاير ما فتحتهاش، طلعتي علبة السجاير من شنطتك. مستر شوكت، اوليفيا هتموت من الجوع. تحت أمرك، يلا بينا. مش قبل ما اسجل تجنيدك. الست اللي معاه قامت مش عارفه راحت فين. يبقى هتتجنن زي عوايدها وتروح تقول لي بنت خالتها. ذاتي الحقيقية